بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده حبيت اعمل حلقة سريعة كده تعقيبا على بعض الكومنتات اللي جات لنا على حلقة عندي وعندك، او اللي عندي عندك، واللي مش عارفة ايه اللي هو لو اخر حلقة كنا عاملاها يعني بتاعت الادوات المنزلية والحاجات دي. عايزة اعمل بس توضيح بسيط علشان كتير من الناس فهموا ان هو تحدي. اصلا اولا احنا ما كتبناش في العنوان كلمة تحدي. احنا يوم ما نعمل تحدي بينا نعمل تحدي طبق بيض، نعمل تحدي ترتيب بيت، يعني نعمل تحديات في الاكل مش او في بيتنا او يعني حاجات زي كده. تحدي ده يعني بنشوف مين فينا اللي بيكسب، بنشوف مين فينا احسن من التاني. انما مش هاجي انقل ثقافة دولة والناس تفهمها ان احنا بنقول ايه مين اللي يكسب ومين اللي احلى ومين اللي اجمل. بالعكس، انا لما رحت اصلا اصور راحوا وبقول لهم انا مش هكسب، انا ما عنديش الحاجات الحلوة اللي موجودة في مصر. يعني انتوا فاهمين الفكرة ازاي؟ فاولا هو مش تحدي، هو مش تحدي. تاني حاجة يعني الكلام بيتقال ايه، انتوا ظلمتوا مصر. ظلمنا مصر يا جماعة؟ انتوا هتدخلونا في السياسة؟ يعني مش عارفة بصراحة. يعني بحاول ان انا اتكلم بهدوء شوية، لان يعني الكومنتات كتير شلت منها وكلها بتتكلم عن ان انا ظلمت يعني البلد او ظهرتها بصورة مش عارفة ايه. اولا احنا من المنصورة، يوم ما هروح اصور مش هروح اختار محل تركي واروح اصور فيه، لان احنا ما بنعرضش مصر والكويت وتركيا، احنا بنعرض امريكا والكويت وتركيا، احنا بنعرض مصر والكويت وامريكا. فيعني بلاش يا جماعه عقده الخواجه اللي هي عماله تظهر في الكومنتات والحاجات اللي زي دي. واحنا عندنا حاجات اشيك وعندنا مولات. حضرتك المولات والحاجات الاشيك والحاجات التركي مش مصري. انا جالي مثلا كومنت بيقول لي اعملي ثقافه الفطار التقليدي لكل دوله. ثقافه، ركزوا بقى معايا في الحته دي. لما انا بقى اجي افكر في مصر واخرج اصور عربيه الفول، هلاقي بقى واحده جايه تقول لي حضرتك احنا مش بنفطر فول، انا بفطر كرواسون وزبده. يعني مش فاهمه، انت بتفطري كرواسون وزبده، انت واحده من البشر. انما الفطار التقليدي لو كتبتيه كده على جوجل مثلا، الفطار التقليدي لجمهوريه مصر العربيه، هيجي لك طبق الفول، هيجي لك الطعميه. فيعني احنا يعني بلاش نبقى معقدين كده وباصين لحاجه مش بتاعتنا. يعني هو اصلا فين العيب في ان انا اكون بفطر فول ولا بفطر بيض ولا بفطر طعميه؟ فين العيب ان انا ادخل محل عادي خالص مشغل اغاني شعبي؟ يا جماعه ما هو ده الطبيعي، هو ده الطبيعي اللي في البلد. انا ماليش دعوه بالناس بتوع مش عارفه فين ومولات ايه والتجمع ايه وبتاع ايه. ما هياش مصر دي على فكره، دي ما هياش مصر. لو احنا ساكنين في القاهره كنا هنروح نصور في الاماكن الشعبيه، هننزل الحسين وهنروح درب البرابره وهننزل الغوريه والحاجات اللي هي انا مش عارفه يعني اسماء حاجات كتير، لان انا مش من هناك. كان زماني عارفه وكنت اروح اصور من هناك وهجيب ارخص حاجه وهجيب الحاجه بتاعت المصريين. فاحنا ما كناش عاملين مسابقه عشان نقول مين فينا اللي كسبت ومين فينا اللي اشيك ومين فينا مش عارفه ايه. دي حاجه. تاني حاجه، انا لما انزل اصور بروح اقرب مكان ليا، ما دمت انا ما بسوقش مثلا. فواحده زي ام عمر في عز البرد اللي في مصر اللي انتوا اكيد كلكم عارفينه ده، مش هتاخد بعضها وتنزل تروح تلف تدور على مكان واو عشان تقول لي انا احسن منك، لان ده مش الغرض اصلا من الحلقه بتاعتنا. فيعني انا مش عارفه، بعض الناس كده عملت زي المثل بتاع ملقوش في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين. يعني احنا بنبذل مجهود كبير وبنتعب ومونتاج ونقطع من هنا ومن هنا ومن هنا ومقاطع ومش عارفه ايه، وفي الاخر تقول لك ايه انتوا ظلمتوا البلد. امال انا لما تيجي تقولي لي هاتي الفطار الشعبي واجيب لك طبق الفول هتقولي لي ايه بقى؟ يعني لما هو ده محل ادوات منزليه وما عجبكيش، امال بقى لما اجي اجيب لك الفطار، لما اجي اجيب لك الناس، لما اجي اجيب لك الشوارع، لما اجي يعني هتقولي لي ايه؟ احنا مصريين وبنفتخر بكده. وناس كتير قوي من اللي في الغربه، بصوا بقى على الكومنتات الايجابيه بقى، ناس كتير قوي من اللي في الغربه تحسستنا ان احنا في مصر. شوفي فعلا الصوت اللي مش عارفه الاغاني بتاعت مصر ايه، شوفي فعلا صوت إيه؟ الناس فرحانه، وانتوا يلا قاعدين في مصر بتحاولوا تخرجوا من جلدكم بمنتهى الصراحه بقى، علشان خلاص يعني ايه مش عارفه يعني خلاص بلغت الحلقوم بقى. مش هينفع كده يا جماعه، مش هينفع كده. يعني انا مش عارفه ليه بحس ان انتم ما شاء الله الهيافه يعني يعني بتشجعوها قوي واخده حقها وحلوه وتمام، ولما بنيجي نحاول ننقل حاجه بجديه وباحترام وبدم خفيف، لا 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 لا, لا مش حلو. لازم يطلع حاجه كده في النص. احنا هننقل البلد زي ما هي، انا بنقل امريكا زي ما هي بحلوها وبمرها.
رحت قبل كده دولار تري، ودولار تري ما بيبيعش حاجات عدله يعني. دولار تري الحاجات اللي فيه يعني البراند بتاعها نيو جديده، بس هي بتبقى زي ايه، مش عارفه، يمكن بواقي مصانع، يمكن حاجه زي كده. ما هو مش هيبيعها بدولار الا اذا كان فيها حاجه يعني، مثلا دي حاجه. ورحت اماكن تانية وتالتة وعشرة، وبروح والمارت وفي حاجات اغلى من والمارت كتير، بس قدرتي اروح كده، او اللي هو جنبي مثلا، ولا كروجر. فيعني اولا لازم نحط في اعتبارنا انه في مسافات، وفي برد، وفي مطر، وفي ان احنا بننقل الحاجه كما هي، بنقل ثقافه بلد. انتوا بقى ردوا عليا دلوقتي، قولوا لي مثلا لما تيجي واحده تقول لي الفطار التقليدي، انا دلوقتي مثلا مش هعمله لسبب واحد. امريكا مثلا متعدده الجنسيات، انا كواحده مصريه انا بفطر الفول والبيض والبطاطس والطعميه والحاجات دي بعملها، مش هروح اجري اصور لها مثلا محل الدونتس. هم معظم الفطار هنا ايه، قهوه ودونتس. عارفه لو انا جيت نزلته هلاقي 1000 حد بيرد عليا يقول لي ايه، يقول لي مش كل الامريكان بيفطروا كده، هيقول لي في البلد دي متعدده الجنسيات والديانات والثقافات، فمش كل الناس بتفطر زي بعضها، وهلاقي برضه 1000 حد يطلع لي حاجه. لما هاجي اتكلم عن مصر هيقولوا لي برضه احنا مش بنفطر كده، احنا عاملين دايت. احنا ملناش دعوه بالحاجات دي كلها. فارجو ان احنا يعني يكون مخنا اكبر من كده شويه، ونتفهم الموضوع. ما عملناهوش تحدي علشان نظهر بلدنا مش عارفه ايه ولا نعمل ايه، بالعكس اصلا كان الغرض عكس ما وصل لكم خالص. بس شكرا.